السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة هنعمل بقى ايه؟ مخبوزات من نوع معين. انا عملت هنا يعني عجينة، يعني هتعجبكم جدا. نوع المخبوز ده اسمه بوريك. تمام، يعني عجينة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة خالص، وكمان طعمها حلو قوي، هيعجبكم جدا. وكمان هي عجينة خفيفة جدا، يعني مهما تاكلي منها مش هتحسي ان انتي يعني اتضايقتي او كتمتي كده. لا بجد، يعني عجينة تحفة قوي، وكمان لذيذة وخفيفة وريحتها حلوة وسهلة، دي اهم حاجة. تمام، يلا بينا نبتدي الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بصوا هنا انا معايا كيلو دقيق منخول، وحطيت عليه رشة ملح، رشة بسيطة جدا يعني ذرة ملح. ومعايا كيس خميرة فورية، طبعا كيس على كيلو دقيق. تمام، عشان احنا يعني يعتبر الجو برد شوية، فعشان نساعدها ان هي تخمر معانا. تمام لغاية كده، كيلو دقيق، رشة ملح، كيس خميرة. تمام، هنخلط بقى المكونات الجافة دي كده مع بعض، عشان ما تبقاش مثلا حتة مالحة وحتة مثلا ما فيهاش ملح. تمام، يبقى ايه، الدقيق كله اتخلط بالخميرة والملح. بصوا بقى هنا المكون اللي معانا ده زيت، هحط بنفس الكوباية كوبايتين زيت، كوبايتين مش اكتر من كده. كيلو دقيق هياخد مني كوبايتين زيت وكوباية لبن بس، مش هنضيف اي حاجة تاني. تمام، يبقى العجينة بتاعتنا مش واخدة اكتر من كوبايتين زيت وكوباية لبن. دي السوائل، المواد الجافة خميرة وملح وبس، في اسهل من كده؟ هنعمل بقى ايه، هنشغل كده العجان على الهادي، يخلط بس المكونات في بعضها، بعد كده ايه، هنسرعه شوية. تمام، بصوا هنا بقى لسه هادي اهو، انا بحاول اقرب لكم الكاميرا قوي يعني على قد ما اقدر. بصوا هو لسه هنا ايه، العجان ايه يعني بيخلط بالراحة كده. بصوا شكل العجينة وملمسها، يعني هي عجينة طرية قوي، مش طرية انها طرية يعني سايلة، لا هي عجينة ملمسها كده ناعم. بصوا هنا بقى ابتديت اسرع بقى العجان اهو. بصوا مش هتاخد مني اكتر من 5 دقايق عجن. وكمان يا جماعة احنا مش بنسيبها تخمر، هي بنسيبها ترتاح بس قد ربع ساعة، صيف شتاء ربع ساعة، هي ربع ساعة بنسيبها ترتاح. لكن هو الخمر بعد التقطيع، يعني احنا بنسيبها تخمر بعد ما نقطعها. تمام، بصوا بقى هنا ابتدت اهي تتم بعضها، والعجين ابتدى ينضف من الجناب اهو. بصوا خلاص كده اهي كده خلاص. بصوا هنلمها بقى، هتشوفوا الملمس دلوقتي عامل ازاي. بجد لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا، وخفيفة ومكوناتها سهلة جدا. يعني اللي ما بتعرفش تعمل مخبوزات خالص في البيت للولاد او للفطار الصبح او للعشاء بالليل كده مع كوباية شاي كده او كوباية شاي بلبن، اللي ما بتعرفش تعمل مخبوزات، بجد العجينة دي سهلة جدا، سهلة جدا. يعني لو واحدة ما بتعرفش تعمل مخبوزات تعتمد الطريقة دي، سهلة جدا، ولا بتحتاج بقى خمر، ولا بتحتاج مكونات معينة، ولا مكوناتها كتير. بصوا ملمسها هنا يعني زبدة. هنسيبها بقى كده شوية، يعني قد ربع ساعة كده، وهنبتدي نقطعها بالشكل ده. بصوا هنا انا كنت عملت حوالي يعني نص العجين، وخليت النص التاني على اساس ان انا ايه اعمله معاكم. بصوا هنا بقى ايه، يعني يا جماعة بقطع العجين كده كور كور، يعني كور صغيرة كده، كل كورة قد البرتقانة. بعمل ايه بقى، بفرد الكورة زي ما انتوا شايفين كده، السمك اللي انتوا شايفينه ده. تمام، لا يتعدى النص سنتي. وبعد كده بعد ما بفرد بقطع بالكوباية كده او بالقطاعة، انا مكانش عندي قطاعة فقطع بالكوباية. بعد ما عملت الكمية كلها وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده،
طلع معايا كتير جدا. بمسك بقى العجينة كده، يعني بمسك كل دايرة من دول، بحط فيها كده ايه الحشوة اللي انت عايزاها. بس هي طبعا ما بتبقاش حلوة غير بالعجوة او بالجبنة. يعني ما تحطيش بقى ولا لحمة مفرومة ولا الحاجات الحشوات دي العجينة دي مخصصة، او ما بتبقاش حلوة غير بالعجوة او بالجبنة. تمام. انت بقى بتحطي هنا كمية العجوة اللي انت عايزاها، بتحبي العجوة كتير، بتحبي العجوة حاجات بسيطة، براحتك، دي حاجة متروكة ليكي انت. بصوا بقى هنا هنعمل ايه. بناخد كل دايرة او كل قطعة عجين من اللي احنا مقطعينها بالكوباية او بالقطاعة، بنحط فيها حتة عجوة، وبعد كده بنلفها كده زي ما انتوا شفتوا كده بالطريقة دي. ده بقية العجين. انا خلصت الكمية اللي فاتت كلها بالعجوة، ولسه معايا عجوة كمان، بس انا برضو هوريكم اللي فاضلين دول بالجبنة. تمام. بصوا بقى هنا معايا معلقتين جبنة كده. يعني ما تكتريش في الجبنة، كل ما تعوزي خدي، لكن يعني حطي على قد في الطبق عشان ما تقعدش معاكي. ودي يعني قد معلقة زعتر كده، معلقة زعتر. تمام. ما عندكيش زعتر حطي نعناع ناشف، بتبقى تحفة برضه، تحفة تحفة يعني. انا هنا حطيت زعتر. وساعات كنت بعمل الاوردر دوت بالجبنة وعليها نعناع ناشف. تمام. انا الاوردر ده يا جماعة، يعني انا لاول مرة بقول معاكم في الفيديو اني انا بعمل اوردرات، هي اصلا يعني شغلتي الاساسية. فقلت المرة دي ان انا اقول لكم ان ده اوردر يعني مش ليا، وكمان صاحبة الاوردر ده هتشوف العجينة بنفسها والطريقة والنظافة طبعا. انا بقى عايزاكم يعني حبيت اصوره معاكم على اساس انها عجينة سهلة وتستفيدوا منها وتقدروا تعملوها في البيت. انا عن نفسي بحط منها للولاد في اللانش بوكس، بياخدوها معاهم المدرسة كده كتسالي كده وحاجة مفيدة، وفي نفس الوقت يعني انتي ضامنة حاجتك اللي انتي بتعمليها في البيت. بصوا بقى بناخد هنا العجينة كده طبعا كنا المفروض نعمل الحركة دي من الاول، ان احنا ناخد قطعة العجين بتكون خمرت. يعني وانتي يعني وانتي كده بتحشي العجوة بتاخدي وقت، فالعجين اللي الباقي ده بيجمع بيكون خمر لانه في خميرة. فبتبتدي تعمل بتبتدي انتي كنتي فرداها ومقطعاها، بتبتدي تعمل بقى، عقبال ما بتيجي تخلصي بتلاقي العجين ده خمر وعالي لفوق كده. فبتعملي بتاخديها على الترابيزه كده او على الرخامه بتاعتك وتبططيها تاني، وبعدين بتحطي لها الحشوه وتقفليها. طبعا انا ما عملتش معاكم كده في الاول عشان كانت يعني المكان هنا كان زحمه قوي، فما كانش في مكان ان انا ابطط العجينه قبل ما احط لها الحشوه، فكنت ببططها بايديا. لكن هنا انا ببططها قدامكم اهو على الترابيزه، وبعد كده بحط لها الحشوه. هنا كنت خلصت الكميه بتاعتي كلها وحطيتها في الصواني، وهنا فاضل بقى ان احنا هندهنها باللبن. بصوا بقى هنا بندهن بقى اهو باللبن كده بالفرشة كده، يعني دهنة لبن كده. تمام. مش عايز تدهني مفيش مشكلة، بس عشان يديكي لون حلو. تمام. دهنة كده. طبعا انا بوريكي الطريقة اللي انتي ممكن تدهني بيها، ان احنا هنحط لبن كده على الوش. انتي بقى هتفضلي تدهني واحدة واحدة يبقى مش هنخلص. فبعمل بعمل كده بقى. بصوا ببل الفرشة كده لبن، وباخد كده الصينية كده بالطول وبالعرض عشان عشان انجز في الوقت. هعمل بقى كل الكمية معايا بالطريقة دي وهدخلها الفرن. طبعا اول ما بتبتدي في دهن الصواني، يعني يكون خلصي العجين كله تقطيع وحشو، هتبتدي في الدهن، تبتدي تولعي الفرن قبل ما تدهني اللي تدهنيها تدخليها الفرن. تمام. طبعا تكوني مسخنه الفرن يعني على درجة حرارة عالية. وجماعة ما بيقعدش معانا في الفرن اكتر من ربع ساعة، ولو الفرن بتاعك عالي قوي ممكن 10 دقايق، لانها عجينة يعني ملساء كده ناعمة قوي. ودي الكمية بتاعتي اللي طلعت من كيلو الدقيق، كمية حلوة جدا، لانه انت طبعا بتفردي العجين قوي وبترققيه وبعدين بتقطعيه، فبيطلع معاكي كتير جدا. بصوا بقى شكل العجين من قريب، شايفين شكله تحفة 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 يعني يا جماعة. عايزة اقولك كمان ان هو بيقعد في الفرن على
السلك اللي هي الرف السلك، مش الارضية في الفرن. تمام، لان هي عجينة برضو ضعيفة، يعني ما بتاخدش وقت في الفرن، ضعيفة جدا، هشة. تمام، بصوا الشكل. عايزة بقى اوريكم حاجة كده. بصوا شايفين الحجم ده، وشايفين الحجم ده. بصوا الفرق. طبعا ايه الفرق بقى؟ ان انا الكوبايه اللي انتوا شفتوني بقطع بيها هي الكوبايه اللي مطلعه القطعه الكبيره، فانا غيرت الكوبايه واخدت كوبايه صغيره، فنجان من بتاع القهوه، قطعت بيه فطلع لي بقى ايه الكميات الصغيره دي، الاحجام الصغيره دي. تمام. يا رب تكون الوصفه النهارده عجبتكم، وما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.